السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. يسعد لي أوقاتكم حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله بتضلوا بخير على طول. ومع اقتراب العيد أكيد كلكم عم تحضروا بتيفورات العيد. اليوم حبيت فيدكم بطريقة تحضير الفرماسيل يلي منزين فيه البتيفورات وحتى الحلويات والدونات، إله كتير استخدامات أكيد. بالأسواق متوافر، لكن بالبيت بتطلع كميته كتير كبيرة وانتو بتحددوا الألوان يلي بتحبوا تستخدموها. يعني ما متقيدين بألوان ومجبورين تاخدوها حتى لو ما مناسبة لحلوياتكم. ببياض بيضة واحدة بس وكمية فرمسيل وفيرة جدا. يلا تعالوا معي على المطبخ، الطريقة ولا أسهل من هيك. وبوعاء رح ضيف بياض بيضة وبنزل عليه سكر بودرة بالتدريج، بخفق بمضرب الشبك الكهربائي. كمية السكر ما بقدر حددها مزبوط، بتضلوا بتنزلوا شوي شوي وبتخفقوا لحتى يصير عندكم الخليط بهالقوام كريمي ومطاطي، وبنفس الوقت بيعلق على مضرب الشبك. وآخر مرحلة بعد ما توصلوا للقوام المظبوط منضيف شوية فانيليا، نرجع بنخفق شوي وهيك صار جاهز للألوان. وبس كتير سريع وبسيط وما بده شي. لو حسيتوا انكم زودتوا سكر أكتر من المطلوب وطلع الخليط شوي تقيل، ممكن ترجعوا تضيفوا بياض بيضة أو نص بياض بيضة تانية. هلأ كمية السكر تقريبا أخدت معي كوبين إلا ربع، ممكن انتو تاخد معكم أكتر ممكن أقل حسب حجم حبة البيض يلي استخدمتوها. وهلأ بقسم الخليط حسب الألوان يلي أنا رح ضيفها. وهلأ ببدأ بإضافة الألوان، عندي أحمر وأخضر وأزرق، وكمان ممكن أعمل لون بنفسجي وقت بخلط اللون الأحمر مع الأزرق. كمان ممكن تضيفوا للخليط كاكاو، بصير الخليط على شوكولا. وممكن كمان تتركوه أبيض حسب رغبتكم. صراحة هالوصفة بتجنن ولا غلطة، سهلة وسريعة، وطعم حبات الفرماسيل لذيذ جدا وقريب كتير من الماكرون. وهلأ بعبي كل لون بكيس حلواني بهي الطريقة، وهي الألوان الجميلة صارت جاهزة. صراحة حاسة حالي اليوم رسامة. وعلى ورقة زبدة حصرا بسوي خطوط بهالشكل، انتو بتحددوا عرض الخط وقت بتقصوا كيس الحلواني، لا تعرضوا كتير ولا كتير ترفعون. حلو مقاسهم هيك مثل ما عم بعملون. ممكن إذا بدكن أرفع كمان فيكن، أكيد على راحتكن. بس هيك خطوط عشوائية بهالشكل ولا بدها شي. وبهالوقت اللي أنا عم برسم فيه الخطوط أكيد أنا كنت مشغلة الفرن وتاركته لحتى يحمى تماما. مجرد ما خلصت بطفي الفرن وبدخل الفرماسيل تقريبا 5 دقايق. بس أهم شي تتأكدوا إنكم طفيتوا الفرن. هلأ أكيد هن بينشفوا بدون فرن، يعني لو تركناهم برا 5 دقايق أو 10 دقايق بينشفوا الخطوط وبنرجع بنكسرهم. بس أضمن لأني أنا ضايفة بياض بيضة، فيعني بطمن أكتر إذا تعرضوا للحرارة. وبس هيك الطريقة الرائعة للفرماسيل بالبيت، وأطيب من يلي بينباع برا، والألوان بتجنن. وأكيد بتفتحوا الفرن عليهم وبتلمسوهم، إذا لقيتوا الخطوط نشفت تماما وبدأت التقطيع بيكون صاروا جاهزين. منطالعهم بنتركهم شوي على جنب وبعدين بنرجع بنكسرهم. بدكم بأي أداة، بالسكين أو أي شي عندكم، أو بدكم تكسروهم بإيدكم، هن كتير هشات وكتير بيطلعوا خفاف. وصراحة طعمهم كتير لذيذ، حتى لو أكلتوهم هيك لحالهم عن جد رائعين. أكيد بتحتفظوا فيهم بمرطبان زجاجي لوقت الاستخدام. الألوان بتجنن، يلي طلعت معي كتير حبيتها وحسيتها غريبة وغير متوافرة بالأسواق. ضروري تجربوا تحضير فرماسيل التزيين بالبيت، أكتر من رائع، سهل وسريع ولذيذ جدا. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هي الوصفة قبل العيد وتزينوا معجناتكم بأحلى الألوان. ملتقانا دائما على خير وعلى محبة. لا تنسوا دعم القناة والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد. وكل عام وانتم بألف خير يا رب. كانت معكم شيف ريم، حضرنا اليوم فرماسيل التزيين بأسهل طريقة.
إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، لا تنسوني من دعواتكم. استودعتكم الله.